اهلا بيكم. النهارده هنعمل فطاير من اسهل ما يكون، وعجينه سهله قوي، وكمان هتنفعنا في حاجات كتير قوي زي المصايف، النوادي. هتنفع للعشاء للفطار، والولاد هيحبوها جدا. يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. هبتدي الاول بالخميره. معايا باكت من الخميره او 16 جرام من الخميره. هحطهم على نص كوبايه ميه دافيه. السكر هنا هينشط لي الخميره ويخليها تشتغل بشكل اسرع. زي ما انتم شايفين كده. هقلب السكر بالخميره كويس قوي. هدوب الخميرة على قد ما اقدر، وبعدين هسيبها ترتاح بس 5 دقايق علشان اضمن ان الخميرة بتاعتي شغالة. هسيبها 5 دقايق على جنب لحد ما اجهز المكونات الجافة اللي معانا. معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر على كيلو دقيق، ومعايا معلقة كبيرة من الحليب البودرة، ممكن تستغني عنه وتستبدليه بمعلقة كبيرة من الخل. وهضيف حوالي تلت كوباية من السكر البودرة، ورشة من الملح او معلقة صغيرة من الملح. هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه. عايزة ادمج المكونات الجافة كلها مع بعض. هبتدي احط تلت كوباية من الزيت بس يكون ريحته حلوة، وهنزل عليهم بالخميرة بتاعتنا. هي خمرت كده وتمام، انا كده اتأكدت ان هي شغالة كويس وهتخمر لي العجين بشكل كويس. هقلبهم كويس كده. في الوقت ده اكون مدفية معايا مية، هحطها بشكل تدريجي لحد لما اشوف العجينة بتاعتي هتستخدم مية قد ايه. حاولي تحطي المية بالتدريج، ما تحطيهاش كلها مرة واحدة. وهقول لك المكونات كلها بالتفصيل في صندوق الوصف. هشيل بقى المعلقه، مش هتعجن كويس، هبتدي اعجن بايدي زي ما انتم شايفين كده عشان احس بملمس العجينه. انا كده بس بلم العجينه، انا مش بعجن. انا كده بلم العجينه عشان لسه في دقيق تحت. هسيبها بالشكل ده، وهبتدي احط معايا معلقتين كبار من الزبده، تكون بدرجه حراره المكان او بدرجه حراره الغرفه. وهبتدي بقى اعجن كويس قوي. ما تخافيش لو العجينه قطعت منك، دي حاجه طبيعيه. هي لازم تقطع منك شويه. حاولي ما تزوديش دقيق خالص في المرحله دي لحد لما تدمجي الزبده جوه العجينه كويس قوي. وفي الاخر هتشوفي اذا كانت محتاجه دقيق ولا لا. انا نزلتها هنا على الرخامه وفضلت اعجن فيها شويه، لقيتها محتاجه فعلا دقيق. شايفين هي بتلزق لسه معايا، بتلزق قوي. هبتدي احط لها دقيق. هضيف الدقيق كده بشكل تدريجي برضو، معلقتين معلقتين او معلقه معلقه لحد لما العجينه تظبط معايا. شايفين انا جبت لكم كل مراحل العجينه. هي كده تمام. هي ظبطت معايا واخدت مني نص كوبايه من الدقيق. هسيبها ترتاح بس 3 دقايق. هلمها واسيبها ترتاح كده زي ما انتم شايفين. بعد 3 دقايق هعجنها تاني. زي ما انتم شايفين كده هلاقي السطح بتاعها املس قوي وطري. زي ما انتم شايفين كده العجينه تمام، مش بتلزق في ايديكي، وهي كده تمام. هرجع البوله تاني اللي كنت بعجن فيها، هدهنها دهنه من الزيت كده، وارجع العجينه فيها تاني عشان تخمر. شايفين بالشكل ده كده. هغطي العجينة كويس علشان تخمر معايا بستريتش راب او باي حاجة او باي فوطة من فوط المطبخ، واسيبها في مكان دافي. في الوقت ده انا سبت العجينة تخمر. انا هنا سلقت كيلو من البطاطس وقطعته مكعبات زي ما انتم شايفينه كده. هبتدي اهرسها. هضيف في الاول البهارات بتاعتنا، وهي حاجات بسيطة قوي، ملح وكمون. وبهارات البطاطس ما تستغنيش عنها، حلوة قوي، بتخلي البطاطس طعمها حلو وكمان لونها حلو. قطعت كوباية كده من الفلفل الالوان، هقطعه مكعبات صغيره قوي زي ما انتم شايفين كده عشان ما تقطعش العجينه. وكمان نص كوبايه من البقدونس مفرومه ورق بس، هفرم الورق بس. ومعايا كوبايه من اللانشون او اي حاجه انت حابه تحطيها، لحمه مفرومه. مش حابه تحطي خالص، عايزه تحطي ميكس جبن، دي بحاجه ترجع لك انت. وهضيف كمان حوالي معلقتين كبار من الزيت. هقلب بقى الكلام ده كله كده في بعضه. ما شاء الله، اصلا هي تتاكل من غير حاجه. انت ممكن تعمليها جنب الاكل، هيبقى صنف ممتاز والولاد هيحبوه جدا. في الوقت ده العجينه بتاعتي خمرت. هبتدي بقى افرغ الهواء منها زي ما انتم شايفين كده. هبطه زي ما انتم شايفين كده وافرغ الهواء منها وهلمها. ما شاء الله، انتم شايفين العجينه عامله ازاي، ناعمه قوي وطريه، وهتتشكل معانا بكل سهوله. شايفين ما شاء الله، هي خمرانه كويس قوي. هبتدي اعجنها تاني كده. انا بلم العجينه كده عشان اقطعها. ما شاء الله تمام. هبتدي بقى اقطعها لجزئين علشان تريحني في التشكيل، ما تبقاش زيادة عليا قوي. هركن اول جزء كده وهبتدي اشتغل في الجزء الاولاني، النص الاولاني كده.
هلف وابرمه زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اقطعه كده لقطع. انا عايزه القطعه تقريبا تبقى قد الكوره اللي هي الصغيره او قد البيضه الكبيره. انتوا شايفين ما شاء الله العجينه عامله ازاي، بتتشكل معايا بكل سهوله. انا عايزاها الحجم ده كده قد البيضه الكبيره. هكمل بقى الكميه كلها زي ما انتوا شايفينها كده، هكورها كده واخلي السطح بتاعها كده ناعم. هكمل الكميه واغطيها واحطها قدامي كده عشان ابتدي اشكل فيها. التشكيل بقى سهل وبسيط قوي. هبتدي اجيب الكوره وهفردها فرده بسيطه قوي زي ما انتم شايفين كده، وهحط فيها الحشوه بتاعتنا، حشوه البطاطس. انا مش هفرد جامد قوي عشان لسه هبططها شويه علشان ما تتقطعش مني بعد كده. شايفين بعملها زي البقجه كده او بلمها وبضم العجين بتاعي كده على بعضه وبقفلها كويس قوي علشان الحشوه بتاعتنا ما تخرجش منها. هبتدي بقى احطها على فوطه، هبططها تبطيط بسيط كده علشان العجينه ما تتقطعش معايا. وهجيب فوطه من تحت احطها على فوطه من تحت زي رغيف العيش بالظبط، واغطيها. مهم قوي انك تغطيها تاني بفوطه من فوق علشان ما تنشفش منك. هكرر بقى العمليه دي لحد لما اخلص. هبططها تبطيطه بسيطه كده زي ما انتم شايفين، وهحط فيها معلقه كبيره من الحشوه. هبتدي بقى المها زي ما انتم شايفين كده. هي تهيالي الصوره او الفيديو بيشرح نفسه، مش محتاج ان انا اشرح. هبطط تبطيط بسيط كده. حاولي ما تفرديش العجينه على الاخر علشان الحشوه ما تقطعش العجينه منك وهتبهدلك قوي في التسويه ومش هتطلع النتيجه اللي انت شايفاها. هكمل بقى الكميه كلها زي ما انت شايفه كده بنفس الطريقه. ما شاء الله العجينه سلسه قوي معايا ومساعداني قوي في الشغل. مهم قوي انك ما تفرديش العجينه على الاخر، والحشوه اصلا بتتفرد بكل سهوله جوه العجينه. شايفين ما شاء الله. هسيبها بقى تخمر او ترتاح لحد لما اخلص الكميه، مش هسيبها وقت طويل. انا كده خلصت الكميه اللي معايا. هبتدي على طول اشتغل في اللي انا عملتهم في الاول في طاسه كده على النار او قلايه او اي حاجه على النار او صينيه حتى ألمونيا، مش هتفرق كتير. ما تحطيش فيها اي مواد دهنيه، وهتبداي تحطيهم كده على نار هاديه علشان تسوي كل العجين من بره ومن جوه بايدك كده، وما تسيبيهاش. هتقلبي فيها، ما تستنيش ان هي تاخد لون من تحت. هتقلبي فيها كده من تحت ومن فوق، ما تصبريش عليها، ما تسيبيهاش تستوي من تحت وبعدين تقلبيها. هي كده مش هتستوي بشكل كويس. شايفين انا بعمل ايه؟ كل شويه بحركها وبجيب كل واحده مكان التانية كده زي ما انتم شايفين. هي مش بتاخد وقت خالص في التسويه، ومش بصبر عليها لحد لما تاخد وش. بالعكس انا على طول ايدي فيها علشان تستوي من تحت زي من فوق بالظبط. هكمل الكميه بنفس الطريقه. شايفين ما شاء الله طالعه هايله ولا غلطه. طبعا الخطوه دي اختياريه. انا جبت معلقتين من الزبده، هضيف عليهم معلقه من البقدونس المفروم يكون ورق بس. هقلبهم كويس قوي مع بعضهم كده. ولو حابه تستغني عن الخطوه دي مفيش مشكله، بس عشان لو في دقيق في حاجه، وكمان بتدي طعم حلو قوي على الفطاير بتاعتنا. شايفين ما شاء الله بتخليها لونها بيلمع كده وجميله، وكمان بتفرق معاها في الطعم. هبتدي ألمع كل الفطاير اللي معايا من تحت وفوق كده، وهبتدي اقدمها بقى. ما شاء الله حاجه فوق الوصف، هشه قوي وقطنيه جدا، حته قطنه. شايفين عامله ازاي؟ سهله وسريعه، مش هتاخد منك وقت في عمايلها، وهتنفعك في المصايف والنوادي وفي الرحلات كمان. مسعفه قوي. مش عايزه اقولك قد ايه الولاد بيحبوها عندي جدا، لدرجه وانا بصور بقوا يخطفوها مني. بجد بيحبوها قوي، ولما بعملها بيفرحوا بيها جدا. جربيها مش هتندمي. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا، متنسيش تعملي اشتراك للقناة ولايك وشير.